واهلا بكم بفيديو جديد من القناه. طبعا فيديو النهارده يا شباب هيكون عن شرح عن كل حاجه لازم تعرفها عن الجيل الرابع اللي هو بي بليد اكس. فطبعا قبل ما نبدا الفيديو حط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك شعار كل فيديو جديد. ويلا نبدا. طبعا اول حاجه شعار ال الجيل نفسه حلو، يعني احلى حاجه فيه كلمه اكس دهيت حرفيا. وهنا عندنا قطع البلابل، فهنا عندنا بليد وراتشت وبيت. بليد راتشت بيت، هي دي القطع. طبعا 3 قطع، ده الجزء الاول. فطبعا اول قطعة اللي هي البليد هي زي اللير، والراتشت اللي هي يعني زي الديسك يعني نوعا ما، وبتتحكم في الطول هقول لكم بعد شويه. والبيت اللي هي القاعده واللي فيها حاجه مميزه جدا برضه هقولها بعد شويه. فطبعا عندنا يعني زي ما قلت لكم قطع بقى. يعني اول حاجه البليد يا شباب بيكون فيها زي شعار البلبل يعني من جوه، والاجنحه بقى طبعا البلابل من حديد فدي حاجه حلوه. والقاعده فيها خطوط لو لاحظتوا هقول لكم ايه فايدتها بعد شويه، واسنان البلبل هقول لكم هي فين بعد شويه. فحرفيا ده شكل بلابل بيبلت اكس في الحقيقه. وطبعا نسيت اقول لكم برضو ليهم حلبه خاصه بيهم اللي هي الحلبه دي. فحرفيا حلبه تتميز بالخطوط الخضراء دهيت، حاجات بتزود من سرعه البلبل. اول ما هقول لكم بقى ايوه هقول لكم. فطبعا هنا عندنا البلبل يعني من قريب كده يعني عشان يكون واضح لكم اكتر. وهنا عندنا اجهزه اطلاق البلابل، حرفيا جهاز اطلاق خيطي. طبعا لو لاحظتوا هتلاقي هنا مكتوب بيبلت اكس سترينج لانشر، فده معناه ان هو جهاز اطلاق خيطي. وهنا عندنا المناطق اللي بنركب منهم المقود. هنا عندنا بقى تصميم العلب. اول حاجه شعار الشركه الاصليه، وعندنا طبعا محتويات العلبه بتبقى من جنب، نوع البلبل برضه من جنب، رقم الاصدار بي اكس كذا، بي اكس 1 بي اكس 2 بي اكس 3. يعني بي اكس 1 معناها ان هو ده الاصدار الاول من البلابل. فطبعا ده الجزء الاول. وطبعا اهم حاجه شعار بيبلت اكس على الكرتونه. وطبعا عندنا هنا اهو هنا القطع علبه، قصدي العلبه من ورا. عندنا طبعا ده نوع البلبل من هنا اهو تحملي. وطبعا نوع دوران يميني، فيعني حلو. ولو لاحظتوا هتلاقوا هنا تقييم للقطع. ف البليد اللي هي القطع ده اهي بيكون ليها تقييم. اول حاجه يعني بتكون هجوم، وده التحمل. ثانية اول حاجه هجوم تحمل، قصدي ده الدفاع، وده التحمل، وده في البليد. واما الراتشت ففيها هنا ده الهجوم وده التحمل وده الدفاع وده التحمل، وده طولها فهقول لكم بعد شويه طبعا بالسنتيمتر، فهو 83 سنتيمتر. والبت عندنا هجوم دفاع تحمل وسرعتها. وهنا البيرست قوتها يعني ان هي تتفك بسهوله ولا لا، فهقول لكم بعد شويه برضه اسنان البلبل ازاي يعني في بيبلت اكس. وحرفيا حاجه مهمه جدا في بيبلت اكس ان الراتشتس بيكون اسمهم مثلا 480 360 ارقام يعني. فايه يعني المعنى؟ يعني مثلا 4 معناها 4 أجنحة في الراتشت، و80 معناها طوله 80 سنتيمتر. فيعني هي دي يعني الراتشتس بيكون اسمهم بكده، والبت بيكون اسمهم بالحروف للاختصار يعني الاسم. فهنا عندنا البت يا شباب، الخطوط اللي عندها ديت ميزتها يا شباب ان الخطوط اللي فيها دي اول ما تلمس الخط الاخضر ده اللي في الحلبة تروح من كده على طول متزايدة سرعة وتهدى، تتزايد سرعة
اول ما تلمس الخط تتزايد سرعه كده اهو، وبتهجم على الخصم ممكن يخرج من هنا وهنا وهنا. فهشرح طريقه احتساب النقاط دلوقتي. فهنا بيقول لكم يعني البلبل وهو بيزداد سرعه يعني، فدي حاجه يعني بص البلبل سريع ازاي. فهنا عندنا طبعا ازاي تلعب. بتحط اولا في جهاز الاطلاق، شكل جهاز اطلاق الريبكورد ماشي، وبتقرب من الحلبة يعني، وبتطلق البلبل، بتشد الريبكورد عشان تطلق البلبل. فطبعا يا شباب عندنا زي ما قلت لكم يعني طريقة اللعب. طريقة احتساب النقاط، اول حاجة لو بلبل عدوك وقف على الدوران تاخد نقطة. تاني حاجة لو انت حطمت بلبل خاصة تاخد نقطتين. تالت حاجة بقى واللي هي انك لو طلعت البلبل من هنا او هنا تاخد نقطتين. اما لو طلعت البلبل من هنا بهجوم اكس طبعا، او عادي مش لازم بهجوم اكس، بتاخد 3 نقاط، والفرق من 4 نقاط. فكده نكون عرفنا البلابل. دلوقتي وقت ان احنا نعرف الانمي. اول حاجة عندنا الشخصيات الرئيسية. اول حاجة الشخصية الرئيسية الاولى اسمها ايهاب، والتانية نبيل، والتالتة لاعبة بلابل. اول مرة يعني يخلوا لاعبة بلابل تكون شخصية رئيسية. التالتة اللي هي لاعبة سوار. وطبعا الشخصية الرئيسية يعني عندها قناع، بس هما يعني طبعا يعني هو الفريق عارف يعني شكل وشه، لكن الفرقاء اللي بيتنازلوا ضدهم مش بيعرفوا وشه. ايوه، لان الانمي بدأ يعني فكرة ان كل واحد بقى عنده فريق. فريق مكون من 3 لاعبين، وطبعا بيتنازلوا في معارك برج اكس. حلو فكرة الانمي يعني ان مدينة اكس يعني وكده. اول حاجة هتبدأ ببرج اكس من 100 دور مفروض يعني، وكل دور بتعمل في نزال انت وفريقك يعني ضد فريق تاني. ولما تفوز بتنتقل للدور اللي بعده. وعندنا كمان اطلاق خرافي بيطلع من شرار وحرفيا ده الفريق الرئيسي اللي هو فريق الاشبال بحسب ترجمة سبيس تون طبعا. فيعني مش عارف يعني الاشبال ده مش حلو قوي يعني، اسم غريب. وهنا عندنا يعني لقطة كده من الانمي بلبل يجي يهجم على بلبل. وهنا عندنا بلبل لما بيعمل هجوم اكس حرفيا حسب ترجمة سبيستون يعني هجوم اكس مش اكستريم داش. فحلو يعني شكل البلابل كده كهرباء وحاجات. يعني الانمي حرفيا الجيل الرابع ده اسطوري، مختلف تماما عن البيرست. معلش يعني وبس. اخر حاجة ان الانمي بيعرض الاثنين بالساعة 5:15 في توقيت السعودية. اليوم 2/4 بيعرض 2/4 الساعة 5:15 والإعادة 9. يعني المفروض بتوقيت مصر بيكون 4:15 والساعة 8 وبس. يعني كده الانمي صراحة حلو، انصحكم تتابعوه. ومعلومة بس بسيطة يا شباب، انا مش بتابع الانمي على التلفزيون، انا بتابع الانمي على يوتيوب سبيس تون. فيعني بتابع على قناة سبيس تون، وفي اليوتيوب بتاع سبيس تون واصلين للحلقة 34. فلو في يعني حلقة نازلة على التلفزيون ومنزلتش على يوتيوب سبيس تون، فلما اقول يعني احداث وكده يعني فاعرفوا اني يعني مش متابع من التلفزيون. واهم حاجة نسيناها صحيح، اسماء البلابل. طيب البلبل الازرق اللي هو بلبل ايهاب الشخصية الرئيسية الاولى، التنين السياف، ودهوت لنبيل القوار القاطع، وسوار بقى اللي عندها مفروض يعني مجموعة بلابل. عندها بلبلين، بلبل لغز الرمح والفارس المدرع. دمت هما اول 4 بلابل في الانمي. فيعني بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. حط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك شعار كل فيديو جديد. وبس كده، مع السلامه.